اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل الأمة الإسلامية يا رب بألف خير وصحة وسلامة، وإن شاء الله يكون بداية سنة سعيدة علينا كلنا بإذن الله. جايين بقى النهاردة مع بعض هنعمل شوية تجهيزات كده هتعجبكم جدا، بما ان الصيام بدأ بقى وابتدينا محتارين في السحور والكلام ده. نزلت اشتريت شوية حاجات كده، اشتريت اريال للغسالة. طبعا انتوا عارفين الغسالة اللي عندي فوق اوتوماتيك، فبستخدم لها الاريال العادي. وجربت مساحيق كتير جدا، مرتحتش غير اريال برضه، يعني هو مسحوق اريال هو اريال. جبت دبل داوني عجبني قوي، وباللافندر احلى واحلى كمان، يعني في بالدوني وفي باللافندر، بس الباللافندر بيبقى احلى بكتير من الدوني كمان. وجبت موز وجبت تفاح، لان لولا بتحب التفاح قوي، والراجل ضحك عليا وحط لي واحده كده كانت مهريه خالص، بس يلا الحمد لله انا مش مسامحاه. المهم يعني هو واخد تمن الحاجه كويس، وقايله له حط لي احسن حاجه، وضحك عليا وحط لي دي من ورايا. وجبت كمان كيلو سمك، قلت هعمل النهارده سمك كده، بحب اعمله قوي في الطاسه كده. مش متحمر، يعني زي متشوح كده، بحط عليه شويه زيت بسيط، يعني حوالي 4 معالق زيت، وبكون طبعا منضفاه كويس قوي، وفاتحه بطنه واتبله عادي التتبيله العاديه اللي هي الفلفل والثوم، واروح مشوحاه كده في الزيت، بيبقى طعمه حلو قوي. وعليه بقى الملح والفلفل الاسمر والكمون، وبعمل جنبه كده شويه طحينه، واحلى فطار. طبعا ما بصورش معاكم فطار الايام دي بسبب ان انا بعمل حاجه بسرعه، اولا ثانيا بختار وجبات سريعه. انا مش من الناس بقى اللي في رمضان بتعمل المحمر والمشمر، لا 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 خالص. احنا صايمين وتعبانين، هنقضيها اي حاجه كده وخلاص. وبما اني احترت في السحور، قلت ما ينفعش بقى، لازم اعمل فول وطعميه كل يوم، بيض جبنه لانشون، فالواحد ابتدى يزهق بمعنى اصح. فقلت لا، هعمل فول وطعميه وهنعملهم مع بعض في البيت في العجاله اللي عملت لي روشه في دماغي. بجد يعني بقت ايدي ورجلي في كل حاجه في المطبخ، في كل حاجه مريحاني جدا. وربنا يعيني كده يا رب، واقدر اجيب باقي القطع، في قطع كتير على فكره لسه ناقصه فيها، بتتباع لوحدها من التوكيل. عايزه انزل اجيب القطع اللي ناقصه ليها. وكمان في قطعه كده اتكسرت للاسف يعني، بس اتكسرت غشاوه مني معلش. هي كانت بتعجن، وللأسف البلاستيك اللي هي اللي حامية الموتور نفسه عشان ما يجيش عليه دقيق، للأسف يعني اتزحلقت وهي بتعجن، فنزلت في العجينة طبعا مع قوة العجن كسرتها. فهنزل اجيب لها برضو القطعة دي. وطلعت المفرمة بتاعة اللحمة بتاعتها، وقلت هعمل فيها الفول. ده فول للطعمية، كنت انا نقعاه من قبلها بيوم، غسلته كويس قوي ونقعته ليلة كاملة. تمام. مفيش وقت عندك مثلا، نقعيه على الاقل حاجة ساعتين، بس يفضل انتي تبيتيه ليلة كاملة. هعمله وشين، وش خشن ووش ناعم، لان هو كان تقيل قوي عندي على المفرمة. لو ما عندكيش طبعا بقى مفرمة اللحمة، هي بصراحة كانت اسهل ان انتي بتحطي الكمية ورا بعض، مش هتفضلي تفضي وتعملي كل شوية. لو ما عندكيش بقى في الكبة العادية بتاعة الخلاط وهتعمليها، بس يعني هتحتاج مجهود اكتر. وما تحاولوش تحطوا عليها مية، يعني نحاول على قد ما نقدر ما نحطش عليها مية خالص. لو اضطريتي تحطي تبقى حاجة بسيطة. تمام. طبعا كل ما هتنقعي الفول اكتر، كل ما هيبقى معاكي اسهل بكتير في الفرم. انا اديته وش خشن الاول، وبعد كده وش ناعم، طلعت تحفة 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 بمعنى الكلمة. وجهزت معايا بقى الخضار، بس هقول لكم على نصيحة بس هقولها لكم في الاخر. انا حطيت عليها فلفل وكرات، وكمان خضرة اللي هو البقدونس يعني. نصيحة يعني، ما تيجي تعملي الطعمية ما تحطوش خضار كتير. لو عايزينها لونها ذهبي كده ما تحطوش خضار كتير، انا حطيت خضار كتير فغمقت معايا. طبعا انت عايزاها لونها فاتح، انا كده كده مش فارق معايا اللون، يعني عادي بالنسبة لي، كده كده الخضار بناكله، فبالنسبة لي انا مغذي عادي. بس لما تيجي تعمليها بقى قليلي الخضار، علشان خاطر الخضار هو اللي بيغمقها.
حتى هتلاقوا اللي ما بتروحي تشتري الطعمية هتلاقي العجينة بتاعتها بتبقى فاتحة قوي. اولا بيبقى مقلل الخضار خالص، وفي ناس بتحط عليها عيش مبلول بتحطه في الطعمية عشان يمسك اكتر، وفي نفس الوقت يفتح لونها. تمام، عادي خالص يعني. دي مش حاجة وحشة ومش حاجة تخوف، بس انا في البيت ما عملتش كده. انا جربتها لان شفت محلات كتير او مطاعم بمعنى الاصح بتعمل كده، فجربتها لقيتها في البيت عادية خالص، بس ما حسيتش بطعم الطعمية اللي احنا متعودين عليه، اللي هو الطعمية الحلوة بتاعتنا دي، لا. فما حبيتش ان انا احط عليها عيش ولا الكلام ده. في ناس بتحط فينو، في بيحطوا عيش بلدي، في بيحطوا دقيق، منها يمسك العجينة ومنها كمان يخفف اللون بتاع الخضار بتاعها. وهنا حطيت التوم برضو يتفرم معاها. موضوع ان انا قلتلكوا ما بيبقى عندك مفرمة، يعني حتى لو مش عندك العجانة وعندك مفرمة لحمة لوحدها خارجية هتسهل معاكي برضو جدا. بصوا ما شاء الله، يعني بحط الحاجة في ثانية. وزي ما بقولكوا لو عايزين لونها فاتح قدامكوا حلين: لا تقللوا الخضرة على الاخر، انا الخضرة كانت عندي كتير جدا سواء كان كرات او فلفل، عشان هو ده اللي ده الخضار الزيادة، وهو ده اللي هيغمقها شوية معايا في التحمير. بس ارجع اقول لكم انا مش فارق معايا طبعا ساعة التحمير هحط عليها البيكربونات والكزبرة وكمان الملح بتاعها. لكن وهي عجينة كده هحطها في الكياس عادي واحطها في الفريزر، وهتعمل معايا كمية كويسة جدا، واوفر اوفر اوفر 100 مرة من بره، اوفر بكتير. انا مش عايزة اقول اسعار طبعا عشان اسعار بتختلف من مكان للتاني، بس والله الكمية اللي انا عملتها دي لو هشتريها من بره مش اقل من 100 او 120 جنيه كمان. يعني الكيس انا بجيبه ب5 جنيه، يعني ربع الكيس اللي انا هعمله ليكوا هتشوفوه ربعه، حرفيا ربعه. فدي اوفر بكتير بكتير عما تشتريها من بره، وانضف ومعمولة في بيتك. وعمر المطعم ما هيغسلك المفرمة اللي بيعمل فيها كل شوية كده، ولا هينضفها لك حتى يوميا. ده لو نضفوها كل اسبوع يبقى كده زي الفل. لكن احنا بنعمل الاكلة وبنغسل حاجتنا ونغسل مواعيننا وننضفها كويس جدا ونعينها نظيفة ونطلع نعمل فيها اكل تاني وهكذا. لكن بره مستحيل مستحيل يعمل بكمية النظافة اللي انت هتعمليها في البيت. يعني بصوا الحاجة نظيفة قدام عينك وجربي. يعني مفيش حد فينا بيتولد شيف، يعني انا متولدتش كده، انا ما ابتديتش اطبخ ولا اهتم ولا اعمل اكل في البيت اصلا غير بعد ما خلفت. لما لقيت بنتي اللي هو انتي عامله زيي انا كنت كل يعني من وانا في اعدادي كل ما اخرج لازم اكل بره، ما كنتش باكل في البيت خالص. يعني يكاد يكون اكل البيت بالنسبه لي منعدم. عشان كده هتلاقوني ما بعملش طبيخ كتير، انا ما بحبش الطبيخ خالص. ممكن اكله اللي هو ايه يعني على شوقه كده زي ما بيقولوا. خدت على اكل بره، بيتزات، الكريبات، نواشف بمعنى الاصح، الكفته، السجق، الستريبس، مثلا ممكن بشاميل، جلاش، رقاق. خدت على الحاجات الناشفه، لكن طبيخ طبيخ للاسف لا. فعشان كده ده اللي دي الحاجه الوحيده اللي خلتني اعمل كل حاجه في البيت. بنتي بقى مش عايزه اعودها على كده، لان انا عكيت كتير قوي من بره وتعبت. جالي فتره في الثانويه العامه وكنت تعبت قوي من كتر اكل بره وبطني كانت بتوجعني، وجالي فتره وعشت على الاندومي والحواوشي والكفته، ياه ايام. فمن ساعه لما اتجوزت بقى وتقدروا تقولوا كده بنتي ابتدت تاكل، ربنا كرمنا يعني في الاكل، ابتديت لا عايزه اعودها على اكل البيت، على حاجه البيت نظيفه قدام مني. وبصراحه شفت كذا حد سواء كان اونلاين او مطاعم، موضوع النظافه ده يكاد يكون منعدم. يعني مش يكاد يكون، هو فعلا منعدم. يعني انا مش هقول اسماء حد ومش هجيب في سيره حد، بس يعني معلومه وصلت. اعملوا حاجتكم في البيت انضف 100 مرة من لما تجيبوها من بره.
واوفر بكتير مع الاسعار دي، هتوفروا جامد والله، يعني هيفرق معاكم في الميزانية على الاخر. بقيت بعمل كل حاجة في البيت، ولما يكون عندك كل الامكانيات هتسهل عليكي كتير قوي. يعني انتوا بصوا الكمية دلوقتي معايا قد ايه. هنا بقى شفتوا الخضار غامق ازاي. طبعا انت بتجيبيها من المطعم، لو هتجيبي عجينة بتبقى فاتحة جدا عندي. دي كده كمان الاضاءة اللي مفتحاها، لكن هي كانت الخضار كان فيها كتير فكانت غامقة. عشان كده بقول لكم قللوا الخضار فيها على قد ما تقدروا. مقدارها ايه زي ما قلنا. الفول نقعاه من بالليل وحطيت عليه توم وفلفل وكمان الكرات وكزبرة او بقدونس الموجود عندك، ده او ده هيسد الغرض يعني. بس حطوا كميات قليلة جدا جدا. ده كان حوالي 2 كيلو من الفول، يعني حطوا عليهم كميات صغيرة جدا، يعني يكاد يكون قرن فلفل واحد. حوالي توم مثلا حطي 10 فصوص توم، تمام كويس جدا. الكرات برضو حطي ربطة صغيرة جدا، والبقدونس كمان. لو مش متوفر عندك بقدونس ممكن كزبرة عادي، يعني الاتنين بيأدوا نفس الغرض. ولو عايزة استغني عنها وكفاية الكرات بس زي الفل برضو. احنا قلنا قللي الخضرة، انا كده كده مش فارق معايا. بحط خضرة كتير خضرة قليلة كده كده بناكلها وبتبقى كويسة ونفس الطعم. يعني هي الفكرة بس في درجة اللون، عشان الناس اللي بتحبها لونها ذهبي. حبيت اقول لكم على السر يعني. لا اما تقللوا الخضرة لا اما تزودوها عيش، بالرغيف العيش وتحطيه عليها. بصوا الكمية دي بقى هتقعد معايا ان شاء الله لاخر رمضان. وهحمرها معاكم كده، هحمر شوية بطاطس على السحور، وهحمر الطعمية او هقلي الطعمية وهتبقى تحفة. بص انا طلعتها من الفريزر، ده كان تاني يوم، يعني عملتها في يوم وتاني يوم طلعتها ناكل منها. حطيت عليها الكربوناتو والكزبرة وكمان طلعت سمسم، واديتها رشة كده على العجينة نفسها سمسم، ومن فوق كمان بحط عليها سمسم كده بيبقى شكلها حلو. وهبدأ ليها الزيت بقى، عايزه ازود الزيت شويه زوديه، انا دول اللي كانوا موجودين يعني ساعتها، فعشان كده الزيت ما كانش كتير. بس انتي طبعا ما تيجي تقلي الطعميه زودي الزيت على قد ما تقدري، وهتطلع معايا احلى احلى طعميه وانضف طعميه، هتعجبكم جدا. جربوها. بصوا بقى هي لونها غامق شويه عشان قلتلكوا بقى فكره الخضار، لكن تحفه ومن جوه جميله جدا. بصوا من جوه مستويه وطريه وزي الفل. بصوا خضرة قوي ازاي من جوه، ده اللي غمق لونها بس. وكمان عملت الفول، طبعا عملت ده في يوم وده في يوم، مش هقدر اعمل الاتنين مع بعض لان الطعمية خدت وقت كتير قوي. يعني انا فضلت حوالي ساعة ونص على ما خلصت الطعمية وكيستها وقفلت المطبخ طبعا، فاستنيت لتاني يوم. نزلت برضو وجبت شوية خضار كده وجبت الفول وحطيت عليه غلة، شوية غلة صغيرين، وهنعمله بطريقة جميلة جدا. الفول ده انا كنت غسلاه ومنضفاه، وهغسل الغلة وهغسله تاني وهنقعه برضو طول الليل. النقع بيفرق جدا في السوى بتاع الحاجة. بصوا انا نقعته طول الليل، وده تالت يوم اللي انا عملت فيه الفول. مجهزة معايا حلة الضغط، ودي اريح وسيلة واسهل وسيلة ان انت تعملي فيها الاكل، حرفيا كده تحفة. حطيت حوالي نصها مية وهنزل عليها بالفول كده وطماطميتين وجزر، شوية جزر كده حلوين. متقلقوش كل ده هقولكوا هنعمل فيه ايه بعدين. وهنحط بيكربوناتو بقى هتخلي الفول مع حلة الضغط يستوي في ثانية. والعدس طبعا عشان خاطر يفتح اللون معايا على الاخر، هتلاقي لونه تحفة. وهقفل عليه حلة الضغط ونص ساعة بالظبط، او والله اقل كمان من نص ساعة، وكان استوى. وكيسته وحطيته في الفريزر وعملت منه اهو، بس طبعا كنت ضربته في الخلاط